اهلا بكم يا شباب في فيديو جديد على القناة، يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة احنا بنستكمل سلسلة فول فيتشر فروم سكراتش اللي كنا بدأناها مع بعض قبل كده. والنهاردة هنعرف ازاي نعمل الفيتشر، وهنبدأ نشتغل على أول جزء فيها اللي هو الانتيتي والموديل. تمام يا شباب. خلونا نبدأ. خلونا هنا كده في الليب فولدر كده هنعمل فولدر هنسميه سوري هنسميه فيتشرز. وجوه فيتشرز في بلجن الصراحة أنا محملها يعني من الأندرويد ستوديو اسمها اف سي اي. بتقول لي اكتب فيتشر نيم، اكتب مثلا برودكتس، وهي لوحدها بتعمل كل اللايرز. ادي الداتا، ده الداتا سورس والريبوز، وادي الدومين، وادي البرزنتيشن. هي الصراحة حلوة جدا في الموضوع ده، هي بس ناقصها تضاف موديلز هنا. علشان تضيف حوار المودلز ده بعد كده باي بروجكت بقى انت بتخش سيرش على اف لا سوري مش هنا، تسيرش هنا على اف سي اي، يطلع لك السيتنجز، تيجي تقول له انا عايز المودلز هنا كمان معايا. ولو عايز تغير اسم اي حاجة من الحاجات دي خلينا زي ما هي كده، وهنقول له اوكي. هو ما عملش المودلز بس مش مهم، احنا نعمله يعني دايركتري مودلز بس. فخلونا واحدة واحدة نبدأ كده. خلونا أول حاجة نعملها هي الانتيتي. تمام. في الانتيتي هنعمل هنا الفايل بتاعنا هنسميه product entity. تمام. ونروح بعد كده هنا، ده ال API اللي كنا شفناه في أول فيديو خالص. أنا خدت الموديل دوت وديته على الموقع ده اللي هو quicktime.io، وهنا عمل لي الانتيتي بتاعتي. انتيتي بسيطة جدا. كوبي. هنيجي ايه نعمل لها بيست هنا. انا بس حابب اسمي ده برضو category entity. تمام. كل حاجة nullable. يعني موديل بسيط جدا ما فيهوش اي حاجة، والابليكيشن او سوري السايت هو اللي مظبط لك الحاجة والدنيا تمام. يعني ما فيش اي صعوبة في الموضوع. نفس الموقع دوت هنروح عليه، نيجي هنا نقول له other، ونقول له عايزينك تعمل لنا JSON serializable annotations. وسوري نرجع على اللانجوج هنا برضو نقول له types only، دي نعمل uncheck علشان يدينا برضو الامبورتات بتاعتها، بس مش فارقة يعني. ونقول له copy. ونيجي هنا في المودلز نقول له هنا product model، ونعمل paste. تمام. المتعارف عليه او اللي المفروض يعني خطوة زيادة بعد الحتة دي نعملها ايه، ان احنا نعمل هنا extend للبرودكت entity. اه سوري ماشي، هو انا نسيت اغير اسمه، انا اسف. ده هيبقى برودكت موديل. نيجي نكبر هنا تاني، ونقول له هنا extends product entity. حلو. ونيجي هنا كده نقول له ايه extend product entity. تمام. والكاتيجوري نفس النظام هنا، ده هنقول له انت كاتيجوري موديل، وهت extend الكاتيجوري entity. حلو جدا. هو هنا هيبقى عايز الاوفر رايد دي. والجزء التاني ده كان ليه الصراحة سطر بيعمل له اجنور، بس انا مش فاكره حاليا صراحة. هو المفروض هو دوت تقريبا، بس انا مش فاكره يعني صراحة حاليا، فما علينا. خلونا نكمل يعني، ده مش هيأثر علينا في اي حاجة، هو زي ما هو، وهي extend عادي والدنيا هتبقى تمام. تمام. كده احنا عملنا الموديل بتاعنا. تمام. وعملنا الانتيتي بتاعتنا. وده كده يعتبر فيديو النهاردة، بس ما فيهوش اي حاجة. اخر حاجة احنا هنفتح نعمل رن للسطر بتاعنا dart build runner build delete conflicting outputs، علشان يعمل لنا الجنريتد فايل بتاع البرودكت موديل. حلو جدا. ده الجنريتد فايل زي ما هو تمام. في نقطة صغيرة أنا بحب أعملها. شايفين الإنتات دي كلها؟
انا صراحة بحب امشيها بنم، او لو يفضل يعني، او انت بتحب تستعمل ان انت انت و ان انت تستعمل انت وتستعمل دبل، ممكن مكان الدبل يعني في باكج على برضه الدف اسمها ديسيمال. دي افضل شوية من الدبل بتاع فلاتر اللي هي الباكج دي افضل شوية منها، ممكن تستعملها لو انت بتحب اوي تستعمل يعني بتحب تخلي الحاجة سبيسيفيك اوي انت ودبل. لكن انا صراحة بفضل ان انا اخلي الحاجة دي نم، بحيث ان هو يستقبل معايا ال variables كلها، واديله السطر تاني عشان بس غيرنا الموضوع دوت. وبس على كده خلاص الدنيا زي الفل. ماشي، هنا نقول له بس category models علشان ما بيغيرش اسم الجزء ده. بس خلاص كده تمام. كده هنا احنا معانا عملنا الموديل، معانا كده الموديل ومعانا الاندي. في الفيديو اللي جاي بإذن الله هنبدأ إن احنا نشتغل على الداتا سورس والريبو واليوز كيسز، اللي هو التلات أجزاء الكونكتد ببعض دول. دي كانت نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. شكرا إنك وصلت لآخر الفيديو. ويا ريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واعمل لي كومنت شجعني فيه لو عجبك الفيديو. شكرا ليك، مع السلامة.